مراتي ضربتني مفتاح الأنبوبة على راسي لحد ما بقيت سايح في دمي، وبعد كده حدفوني من البلكونة من الدور التاني. أنا متجوز من 5 سنين. والد زوجتي قال لي خش معايا جمعية علشان تترحم من الإيجارات وتبني لك شقة، وقلت له تمام. فضلت أبعت له كل شهر 2500 لمدة 20 شهر في حوالة في البريد، علشان هو كان من الشرقية وأنا كنت من القليوبية ومعايا ما يثبت كلامي. هي كانت متجوزة قبل كده ومعاها بنت، ولما جينا نتجوز جابولي العفش القديم بتاعها، واختاروا يوم انا ما كنش موجود فيه في الشقة اكون في الشغل عشان يجيبوا الجهاز بتاعهم وما شافوش. المهم جيت وشفته ورضيت. قالت لي بعد كده انا عايزة اجدد العفش بتاعي. قلت لها تمام مفيش مشكلة. دخلت في ديون، كل شهر كنت بدفع 7000 جنيه حق العفش اللي هي جابته جديد. الجمعية اللي أنا كنت داخلها مع أبوها خلصت وأنا ما قبضتش، وكل ما أقوله فين الفلوس يقولي استنى اما أجوز الواد، طب استنى اما أبيع المحصول. وعلى كده أنا بسافر لشغلي وبرجع كل أسبوع. في مرة وأنا مسافر قلتلها خلي بالك تقولي لأبوكي يا يجيب الفلوس يا هقعد ناس معاه عشان نشوف حل للموضوع ده. ومشيت على كده. رحت شغلي وعدى الأسبوع، ولما رجعت جيت افتح باب شقتي، الباب مش عايز يتفتح. ارن الجرس تقولي مش هدخلك. وفضلت قاعد على كده لحد الفجر. الفجر اذن، رحت صليت وجيت رحت الشقة برن الجرس، الباب بيتفتح، ولقيت حد قام ماسكني من هدومي وسحبني جوه الشقة. كان معاهم ابوها واتنين اخواتها واتنين تاني من معرفهم والست صاحبة البيت. ولقيت ابوها وقام قايل لي انت عايز تقعد لي ناس؟ قلت له انا بطالب بحق والشر مالي وشه. لسه بطلع التليفون اكلم حد، قام واخد مني التليفون، ولقيت اتنين اخواتها طالعين من الاوضه جوه ونزلوا عليا ضرب. فضلوا يضربوا فيا من اذان الفجر لحد الساعة 9 الصبح. انا شفت الموت على ايديهم 1000 مرة في الليلة دي. اخوها كان معاه مية نار وكان عايز يرشها على وشي، قمت انا حاطط ايدي قدام وشي ومية النار جت على ايدي، وضربني بسكينة في ايدي وفي كتفي. ومراتي جابت مفتاح انبوبة وقعدت تضرب على راسي لحد ما راسي بقت كلها دم، وكان بيغمى عليا من كتر الوجع. انا مريض سكر وهم كانوا بيفتكروا ان انا بستعبط، كانوا يرش عليا مية ويكملوا ضرب فيا. كانت بتصورني فيديو واخواتها بيضربوني. والله العظيم كان عمالة تصور فيها فيديو قدام الناس اللي بتضربني. انا من كتر الضرب حبيت ابعد عنهم وسندت على سور البلكونه، اما ابوها جاي قام شايلني وحدفني من البلكونه من الدور التاني. فطبعا من كتر الضرب وكده انا جاي بسند على سور البلكونة ببعد عنهم، 7 عمالين يبدلوا فيها ضرب. راح ابوها حدفني من البلكونة من الدور التاني. الناس كلها في الشارع كانت واقفه تتفرج وشايفيني وانا بترمي من البلكونه، بس محدش قرب عشان يحوش، علشان هي قبل المشكله دي قالت للناس كلها ان انا سكري وبتاع مخدرات، وكانت بتسوق في سمعتي. ابني ساعتها كان عنده 2 وشهرين وكان نايم في الشقة، صحي من النوم من كتر الزعيق وجاي عليا، اما ابوها رزعه برجليه خبطه في الحيطة. ابني اتكهر في اليوم ده وانا ما عرفتش اجيب حقه. انا قعدت 4 شهور بس في الشقة دي، وكان قبلها الشقة اللي احنا متجوزين فيها قعدنا فيها 5 سنين، وكانت الناس كلها عارفاني وبتحبني. ولما عزلنا في الشقة دي بعدها بشهرين، لما نوت على الخناقة دي وعلى المشكلة دي بقت تسوق في سمعتي. حتى مرات صاحب البيت كانت موجودة معاهم، وقلت لها تشهدي باللي بيحصل ده؟ قالت لي اشهد ايه يا حشاش يا سكري. وهم بيحدفوني قعدوا يقولوا حرامي حرامي، ومحدش اتعاطف معايا خالص. وبعد ما حدفوني من البلكونة ما حسيتش بنفسي غير وانا في المستشفى. قعدت في المستشفى 10 ايام وعملت محضر واثبات حالة واتحكم عليهم بسنة، بس عشان انا ما كانش معايا محامي فالقضية اتعملت مشاجرة، ومفروض ان هي كانت تبقى شروع في قتل، لان هم رموني من البلكونة وضربوني بالسكينة ورشوا عليا مية نار وفتحولي دماغي، بس عشان هم
كانش معايا فعملوها مشاجرة. وبعد انا ما رحت المستشفى قاموا هما واخدين العفش كله وباعوه لواحد في الشارع اللي احنا كنا ساكنين فيه. ولما جم يبيعوا العفش الراجل قال لهم هاتولي صاحب البيت، والراجل جه، وطبعا هو الراجل عارف ان انا سكري وان هي مسوقه سمعتي، فالراجل باع معاهم العفش انا كنت جايبه ب64,000 جنيه، باعوه ب5000 جنيه. حتى ما سابوش رحمة ربنا تنزل عليا. احنا قعدنا 4 سنين مع بعض كويسين، بس لما طلبت بفلوسي حالها اتغير، وقالت لي من ضمن الكلام كفايه عليك 4 سنين جواز. قلت لها هو انت واخدين المصلحه ولا ايه؟ ولما كلمت ابوها وقلت له بنتك بتقول كذا كذا قال لي دي بتهزر سيبك منها، وخلاص على كده. وبعد كده بقى ابتدينا في المشاكل وهي حالها اتغير خالص. حتى اللقمه ما كانتش بتعملها لي، انا كنت باجي من الشغل اعمل اكل بنفسي واغسل واعمل كل حاجه لنفسي. وفي مره كنت تعبان بقول لها اعملي لي حاجه كلها، قالت لي ان شاء الله تموت. ولا معاملة، حتى أنا كنت برجع من شغل كنت أطبخ وأغسل وأعمل كل حاجة لنفسي. دول عالم طماعين، وهي كانت ماديه جدا. وفي مره كلمت ابوها وقلت له بنتك مش رحماني في المصاريف، قال لي اكسر عينيها بالفلوس. ده اللي قاله. هي كانت موظفه وكانت بتقبض قرش كويس، بس انا عمري ما مديت ايدي على قرشها ولا قلت لها هاتي حاجه في البيت. انا كنت كل شهر بجيب خزين البيت كله وبديها مصروف لنفسها ومصروف للبيت للطلبات اليوميه. وبعد ما طلعت من المستشفى في ناس حاولت تصلح ما بيننا، وانا رضيت ان انا اقعد علشان نفسي اشوف ابني كان معاهم. حتى حرمني من ابني من يوم الخميس 7/9/23، أنا ما أعرفش ألاقي أي مكان، وهربانة بابني. حتى أنا لو رفعت قضية رؤية أشوف ابني فين. قعدنا مع بعض، كان ابوها كل طلباته ان انا اطلقها واجيب اللي في القايمه كله. ولما قلت له طب ما العفش انتوا خدتوه وبعتوه، قال لي خلاص احنا نخصم الحاجات اللي احنا بعناها وتجيب بقيه القايمه كانت ب160,000 جنيه، وانا طبعا ما كانش معايا فلوس، هما كانوا نحلين وبري في الديون، وما كانش معايا اي فلوس خالص تاني. بدفع كل شهر 7000 جنيه لحاجه انا اصلا ماليش ذنب فيها. والعفش انا جايبه ب64,000 جنيه، وهم خدوه باعوه برخص التراب. من ساعتها لما انا مرضتش اختفوا وخدوا ابني معاهم، ومش عارفه اشوفه لحد دلوقتي. لما حاولت بعد كده ان انا اكلمها هي عامله لي حظر. بعت لاخوها وقلت له انا نفسي اشوف ابني، قال لي مالكش عيال عندنا، ولما اتنزلتش عن المحضر هنلبسك قضيه مخدرات. حاولت ان انا اكلم ابوها، رفض تماما، قال لي يا القايمه يا خلاص مفيش كلام ما بينا. يعني هي كانت عايزه تتطلق، كانوا قالوا بالادب مش عايزين يدوني الفلوس، يقولوا لي خلاص مالكش فلوس عندنا، لكن يشتموني ويضربوني ويرموني من البلكونه وهي تشوه سمعتي في المنطقه. ليه كل ده؟ حتى ما سابوش رحمة ربنا تنزل عليا. في ناس بتعتبر ان الجواز ده مصلحه، تتجوز كام شهر كده تطلع بالعفش والقايمه وخلاص على كده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وربنا قادر على كل مفتري. ودي كانت مشكلة من ضمن المشاكل اللي بيحصل زيها كتير قوي. وكده خلصنا الحلقة دي، وقولولي رأيكم ايه في التعليقات. سلام عليكم.